بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معانا فراخ مفرومه صدور، هنعملها يا اما رول وهنحشيها من جوه، يا اما هنعملها كفته. هي واحد. هنا انا معايا التوابل. اول حاجه معايا ملح وفلفل وكركم وكاري وبهارات ورشه الزعتر، ومعايا كوبايه بقسماط، ومعايا معلقه توم مفروم، ومعايا بصل مفروم هحطه. طبعا معايا بمعدل كل كيلو له بصلتين متوسطين مفرومين. كل الكلام ده انا هعمل فيه ايه؟ هطحنه مع بعض، معجنه مع بعض جامد قوي، وبعدين هنشوف مع بعض بعد كده هنعمل ايه. الله قلبتها كويس جدا اهوت، ومعايا ورقتين فويل مجوز، ومعايا ورقه هنا دهنها زيت اهي، هثبت عليها ورقه زبده بالمنظر ده كده، وبعدين هحط عليها كميه من الفراخ ونشوف هنعمل ايه. عملت فريت اهو، الفريت اللي اخدته كانه مستطيل. معايا بقى جبنه خليط موزاريلا على جبنه قريش، ومعايا بقدونس مفروم على كزبره، ومعايا خضار مشكل جزر وفلفل الوان، ومعايا مكسرات. انا هاخد هنا بقى هفرده في كله، يعني هاخد كده وهمشي عليها كلها كده مفرود، مش هعملها حشوه في جنب. يعني انا عندي ممكن اعمل حشوه في الجنب او زي ما انا شايفين كده. وبرده الجبنه هعملها كده، يعني مثلا هعمل فوق ده جبنه برده بنفس الطريقه على كل المستطيل بتاعي، مستطيل فراخ كده عشان اعمل رول جميل. اخر طبقه هحطها هي المكسرات، يعني حوالي مثلا معلقه كبيره او معلقه ونص على حسب اللي عندك او حسب الحشوه بتاعتك زي ما انت عايزه. وهعمل حوالي برضو معلقه كبيره من الخضره كده. شايفين الجمال؟ ميكس. ممكن اعملها حشوه في الجنب، هعمل واحد كده وواحد كده. احنا عملنا مع بعض اللحمه الحشوه وهي في الجنب وبتلفيه. هنا برضو هحط معلقه مكسرات اي نوع، لوز، بندق. انا هعملها بقى كده برضو واحده بعيده كده على بعضها كده، متفرده عن بعضها عشان يبقى الكل فيه، كل قطعه فيها بالمنظر ده. هعمل ايه بعد؟ انا كده اعتبر خلصت. اعمل ايه بقى؟ همسكها ازود الفلفل شويه كده، انا همسكها الفها برضو. قلت انا مش بعرف الف في ايد واحده. هعمل ايه؟ همسكها كده من الطرف زي ما احنا شايفين كده. دي بتساعدني على اني بس الف. هوريكم اما الفها بايديا الاتنين ونشوفوا. شايفين انا لفيتها اهو، ما عادش الا جزء صغير. ممكن اقوم جايبه دي كده بقى كده. انا بس بوريكم اهو الرول بتاعي جاهز. هضمه بس بايديا الاتنين كده واقفله كويس بالورق الالومنيوم ده مع ورقه الزبده، ويبقى كده جاهز. اما نخلص الكميه هنشوف هنسويها ازاي. شايفين انا لفيتها اهو، ما عادش الا جزء صغير. ممكن اقوم جايبه دي كده بقى كده. انا بس بوريكم اهو الرول بتاعي جاهز. هضمه بس بايديا الاتنين كده واقفله كويس بالورق الالومنيوم ده مع ورقه الزبده، ويبقى كده جاهز. اما نخلص الكميه هنشوف هنسويها ازاي. الفراخ عملت 4 رول لانه ال2 كيلو بيعملوا 4، يعني نص كيلو بيعمل واحد. دي الفراخ، وبعدين اللحمه برضو جت 4. انا يعني ايه، تقدري بقى تعينها للعيد وتقطعيها وتعينها في اطباق، تقدري تعينها للضيوف براحتك لعيلتك، المهم بتقسميها. انا كده حطيتهم وحطهم في صينيه، مقطعه تحتها خضار، بطاطس، جزر، بصل اللي عندك، ومعاها ايه ميه، وحطها في الفرن. بعد نص ساعه الفراخ هقلبها على الوش التاني. اما اللحمه بتغيب شويه، فايه يعني قولي ساعه الا ربع وساعه الا ربع، وبألف هنا وشفا. اما تخرج وهقطعها وراها.
هي ما شاء الله ده رول الفراخ. انا جبت نص واحد من الحشوه بتاعته في الطرف وبنلفها، ونص من حشوته فين بقى، معموله فيه كله على المستطيل كله ونلفها. والله الطعم حكايه خطير جدا جدا، سواء رول اللحمه او رول الفراخ، وجربوه قولوا لي ايه رايكم. بصراحه طعمهم خطير خطير خطير. اعملوا بنفس الطريقه دي وهتلاقوا فرق في كل حاجه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. احنا هنقطعه دلوقتي ونشوف. الله على اللون، طعم، الريحه، بألف هنا والشفا. جربوا قولوا لي ايه رأيكم. تحفات فنية جميلة، طعم، شياكة، كل حاجة هتلاقوها جميلة جدا.